واد يا احمد، انت يا واد. نعم يا امي، اجمل ام في الدنيا. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. يا واد بتعمل ايه؟ انزل يا واد، تقع يا واد. ما تخافيش عليا يا امي، احنا بنعلق الزينه مع بعض يا امي. رمضان بكره يا امي. مش ضروري الزنا يا احمد. انزل يا ابني، انزل يا صلاح، وانت يا سيد اللي بتلفيهم من تحت يا واد. هتقلقيش عليهم يا خالة ام احمد، رمضان كريم. بس يا سيد سيبها خلاص يا سيد، روح هات واحده تاني غيرها. خلاص يا امي، قربنا نخلص يا امي. ادخلي بقى بالليلنا البلح وحضري لنا قمر الدنيا عسل انت الجميل. انت يا واد يا صلاح، والله لو ما نزلت لنده على امك. عاجبك كده يا عم احمد؟ امك هتنده على امي تطلع تزعق لي دلوقتي. خلاص بقى ام احمد، ادخلي شوفي هتعملي ايه وما تندهيش على حد، انا اخليه ينزل دلوقتي. ما تنزل بقى يا عم صلاح، ما تخلص بقى وانت عامل لي زي العيال الصغيره متشعبطه على السقف. يا عم صلاح في ايه كده وكده يا عشان امي؟ انت بتبص لي ليه كده يا؟ حاضر يا عم احمد، اديني نازل يا عم، ولا زينه ولا حاجه بقى. نقضي رمضان كده السنه دي من غير زينه. اديني نزلت ام احمد الجميله. يلا شوف الحاج بقى جاب لنا الطلبات ولا لسه ما جابهاش؟ بيقول لي فاضل لي اسبوعين 3 على رمضان. رمضان بكره. قولي له النهارده ليله صيام رمضان يا ام احمد. ايوه كده يا واد، انت وهو شاطرين وبتسمعوا الكلام يا واد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويقعدوا عليكم الايام بخير يا رب. يلا ادخلي بقى يا ست بقى، ما تقرفناش. يا مين دي اللي ما تعرفناش يا عم صلاح؟ انت عبيط ولا ايه؟ عيب عليك يا احمد، انا بهزر معاه، دي زي امي برضه يا راجل. يلا بقى يا عم احمد، بهزر بقى، ما تكشرناش في وشك، عايزين نخلص، لسه قدامنا وقت طويل. صلاح نهزر براحتنا كله الا الام صلاح. نهزر براحتنا كله الا الام اخويا. ماشي يا احمد، حقك عليا يا صاحبي. يلا بقى نشوف الواد سيد راح فين. ايوه هو السلم ده السيد اللي بقولك عليه. جبته منين ولقيته فين ده؟ جبته من عم مجدي النقاش، قلت له هنخلص بيه ونرجعهولك. هو عم مجدي النقاش لسه عايش هذا السيد؟ يعني لسه ما ماتش؟ انا سمعت انه مات من 20 سنه كده. لا يا احمد، مات ايه يا عم؟ حرام عليك، ربنا يديه الصحه وطولة العمر. طيب امال كان ليه فتره طويله مش باين هذا صلاح الجميل؟ ايوه يا احمد عندك حق، كان نايم. هو تقريبا نام سنتين محدش صحاه. حلوه السنتين دي. طيب خلاص يا واد السيد، ما تسيب السلم خلاص، احنا مش عايزينه في حاجه. عملنا الحاجات العاليه يا عم صلاح، وامي طلعت وزعقت لنا وخلاص. احنا نعمل بقى الحاجات الواطيه بايدينا من غير سلم ولا ايه؟ عندك حق اخويا. خلاص والنبي يا سيد، اركن السلم دلوقتي وهات لنا بقى على ايد النور، خلينا نخلص الحته دي. وبعدين بقى يا جماعه، روح يا سيد هات السلم. خلاص يا سيد، ودي السلم. يا ما انت الواد سيد الشغال يا. هوديه واجيب لكم على ايد النور. عايزين حاجه تاني؟ انت كده تحتاج حاجه اجيبها لنا معايا يا احمد. قول له يجيب لنا معاه طبقين كشري وهو جاي. خلاص يا ابو السيد، روح انت ودي دول وهات على ايد النور وتعالى يا صاحبي، معلش تعبينك معانا. ممكن افهم، ما قلتلوش ليه يجيب الكشري معاه وهو جاي بقى يا عم صلاح؟ ولا انت قلت له روح وهات على ايد النور وخلاص كده، وما قلتلوش على الكشري اللي انا نفسي فيه بقى؟ كشري ايه يا احمد بقى؟ كل سنه وانت طيب، مفيش حد بتاع كشري فاتح، ما كلهم قافلين. على العيد بقى ان شاء الله بقى ابعت اجيب لك كشري يا اخويا، من عيني حاضر. طيب سيد جيرو هات منه بقى على ايد يا عم صلاح، خلينا نركبها ونخلص ونمشي بقى من هنا بقى يا عم بقى. الله ينور عليك يا ده سيد، مية مية، انت كده صاحبي. يلا يا احمد، جاهز اسلمك؟ يلا يا عم صلاح، يعني ايه جاهز اسلمك؟ انت هتسلمني نقلة مخدرات يا عم صلاح؟ خلاص يا عم صلاح، سيبه وجيب اللي بعده يلا. الله ينور يا رجالتنا. اثبت شوية بقى صلاح عشان اطلع على كتفك اعلق العنقود اللي فوق ده. اطلع على كتف اخوك يا قلب اخوك. ده فين هذا السيد واقف بتضحك على ايه تحت يا؟ لا ما بضحكش على حاجة اخويا، اتفضل يا احمد. يا ام احمد شيلي مني، كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وانت بالصحة والسلامة يا ابو احمد، الله اكرم.
وده غدا للعيال اللي بيعملوا الزينة تحت دول يا اخويا. عيال مين وزينة ايه يا ولية؟ ده انا جايب اكل يكفينا نص شهر. وماله يا اخويا، نص شهر نص شهر، تعيش وتجيب يا ابو احمد. اتعب والنبي يا اخويا، دخلهم المطبخ على ما انده للواد احمد ده من الصبح في الشارع بيركب الزينة والواد صلاح. يا ولية تعالي شيلي مني، جاي تعبان، بلا احمد بلا صلاح، تعالي شيلي. اتعب وشيله في المطبخ بالمرة يا ابو احمد، هروح عندها على الواد. تقول لي العيال والزينة، هو في حد بيجيب لحمة وفراخ دلوقتي مع بعض؟ ده انا جايب لهم باجيت عمر ابوهم ما كلوا. واد يا احمد اطلع يا واد، ابوك جه يا واد. نعم يا امي. طيب حاضر خلاص طالعين يا امي. لا يا احمد طالعين فين؟ اطلع انت كل بالهنا والشفا. يا ده ناكل لقمة مع بعض يا دول، دي ليلة رمضان وكل سنة وانت طيب يا. يلا يا واد يا احمد، الليل ليل يا واد. اطلع واد صلاح معاك، والواد سيد راح فين؟ شوف الواد سيد جيبوه ياكل معاكم، يلا الليل ليل والجو بره. يلا بقى يا ابو صلاح، مش هنفضل نتعزم على بعض. لا يا احمد مش قصة عزومة ولا حاجة، انت عارفني انا مش باكل دلوقتي خالص. انت لو عايز تطلع كل بالهنا والشفا، عايز تقعد معايا شوية ادينا قاعدين زي ما تحب. لا طبعا قاعدين ده ابو صلاح الجميل، وهقوم اجيب خشب دلوقتي ونولع شوية نار ونسهر للصبح. هو ده احمد اللي انا اعرفه. خلاص ادخل انت دلوقتي يا امي، انا شوية كده وابقى اطلع انا وصلاح يا امي. طب يلا ما تتأخروش، مش هعمل اي حاجة، هستناكم لحد ما تطلعوا الاول. يا على ايام، فاكر يا احمد الايام دي؟ طبعا، ودي ايام تتنسى اخويا. الجو كان بيعمل كده برضه في دخلة رمضان، كنت تلاقيه مطر ورعد وبرق. بعشق اوي الجو ده انا ده ابو صلاح. اخر مرة لما كنا قاعدين تحت البيت عند الواد سيد، شفت نطرت علينا ازاي؟ سيول نزلت على دماغنا. الجو اللي بنحبه انا ابو صلاح حبيبي. عندك حق يا احمد، والله كان كده اقسم بالله.